والله هذا وجوبي، هذا مو استحباب العمل. فمن قال السلام عليكم قال له هلا ابوي هذا مشاهد. الرجل يتصور ان يرد التحيه باكثر مما يمكن. يعني هذا لما ترد التحيه تتصور من الافضل هذا اللي عندك ان تعطيه اياه تجاوب فيه. ذاك اليوم قلت لك هذا الشاب ما سلم عليه. صاحب ابنه قال له ابوي هذا ما سلم عليه يا رجل هم حلك. قال له تعال ولد اركب ورا. قال له ابوي ايش يقول؟ قال له والله ما حبيت اللي يؤثر. لا كلمه المصير لا إراعة. يعني زياده التحيه يعني السلام حتى وانت تصلي وترى العلاقات واحد يدي السلام بركب هاي على استقبال بالسلام. شوف حتى بالصلاه. وقد علي بن ابي طالب تنزيله الصدق. صح ما فيش. كم صاحب الشيء تستنزح حضرتك؟ ليش تخليني يا الله عليك؟ يا الله كثير يا الله يا وانا قبل احسب عمر ويقول لما كلمة أنا أدخل الدخل ولا مخرج فيك أنا قصدي أواصل أخوي. نعم أنا قاعد عجيب لما أسأل وأخلي كل لسه عشان أخوي يسمع وأنت تسمع وأسمع عم حسين هذا موجود متعلم وأشوف يقول أكو شيء كان الناس تصلي وراء جماعة لما حضرنا بعد التلفزيون خلي السيد الإسلام فهذا اللي يصلي الناس وراء مرجع ديني يعني شلون تقول مرجع بهالطريقة. اليوم اللي قال لا أريدك أن تراوي صاحب القبر هذا الرجل دعا من الله أن يراوي صاحب القبر هذا إن هذا المقابر ترى موعظة وعظة للإنسان وتفكر للبني آدم نهاية الإنسان هذا المكان. يقول أخذ فترة من الزمن سنتين 10-20 سنة ضاع في اليوم في هذا رأسا بالعكس ما بده ولا يجيب ولا يوقف هذا الرجل أن يسأله. قال يعني نوع من قال الباب الأول الباب الثاني والباب الثالث فمسألة طبيعية الإنسان أن يصير عنده رد فعل. أنت لا تستهزئ. لا والله خليك مجامع. ولا استهزأت ما مداعتك ما مستعمل. شعب القطة بعضها الله بالعالمين. يقول راح مرة الثانية مرة ولما مريت وإذا امرأة بنت جميلة واحد يقول لي تعال أنا زوجتك. لا أنا أنت زوجتي شلون؟ يقول أنا حكي أتحاور فيني ما بين هاي الامرأة. يقول القبر طلع من هذه حاجة المرأة يعني شكل لحظة شكلت الفترة الزمنية ما أعرف واحد. فقالت مو يدري والله لو والله 60 سنة مجي وحين يابو خبر إنه قصر حرية وفاقع. المقصد إحنا الله يقول السنة اللي عدت عدد 5000 سنة في العلم أو 50 سنة من ما تعدون. أكو روايات موجودة في القرآن الكريم يعني السنة الآخرة مو مثل السنين مالتنا يعني تعد وهذا كله احنا المسكن وصلنا فلا يمكن الآن أن يخلو ما ممكن ترى حكم البرزخ موجود لكن تتجنب الشفاعة يا الله هذا موجود لكن قدر المصطفى عدنا من كذا هذا إلى ممكان الولد يتبع الأبي هو هذا الجميل إلا بالولد ماله إذا كان أبو عندهم إلى أبوهم بيت إلى كذا لا أسلمتك واحد رسول الله صلى الله عليه وسلم أكو واحد صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله أبونا تقفوا هذا تمر مع أبونا وقال خلي وجهه وزع التمر كله ضغط حباية التمر وحده قالوا يا أبناء المتوفي جاي لها ما لها عند الله إن شاء الله
الله تعالى. لها ما لها، يعني لها مو بالكلام والتعبير ان شاء الله. هو كله الى التواتي ان شاء الله. كله. اي والله. والله انا خرجت بعد ما لا راح الى بلا الحياة جبرتنا الحياة. هو الإنسان يعرف مش ما يعرف، بس أنا من ما تقول خلاني كل ما كل ويا كان وكيل أبوي حاطه وكيل. نجد كيف نحيا في مدينة تواني من سنة وعشرين وفارس يتعلم من خالد ويتحسن نقول سووا كده في ثلاثة وبعد ثلاثة كون وراك ولا تقول يسكين وأنا واحد هي من بس كان عندها وراك خلونا 50 والمؤمن خلونا 50 والبقايا والله ويجب تدعونا ويتدعونا والبناء ايه أنا شيء المؤمن يصير إسماعيل مو يخلق 50 حتى أخذت نمري لا كان لي تشيء شيء فدار في النهاية مثلا تصور ترى على الجهة بالكلمة وبعد تصور شامل هذا الواجب أن نعرف سنة نضاع نصلي أصل الصبح كصلاة صبح فالجمهور بالنسبة لي الصلاة الكبر لليل إذا تصلي كل الصبح صلاة الصبح أتذكر عن نفسي أنا قبل يوم ما كنت ولد أشرب الغنم الصبح حلو كذا تبغى 12 شمس المطلوب أصلي حتى أصل خليها 12 شمس ما تصلي. أصلي بس 12 خلاص أصلي أصل بس الأنام وهي مغير وعيبس يستيرنا هي أسيرنا حتى عقلها لا هاي صار 5 سنين 6 سنين كلها عقل نقول صلاة الصبح وصلي المولى صلي البول عقل ندور أصلي عقل بينك ما بين الله شيء بس بينك ما بين العبد بينك هذا الخوفي داخلهم قلت لهم هذا موتان وطلعوا بنتي رسالة ابن البنتي وحالتنا السلام الله إلا بذمتك شيء هذا الصعب هناك توفي هذا بينك ما بين يعني رب العالمين ممكن يسامحك على الصلاة ممكن على الصوم ممكن على كذا ممكن إنه يعفو عنك يقول لك يمكن والآخر لا مطلوب واحد إذا مطلوب أنت عادي كافي كل واحد له طلبة حتى يجيب ميزانه حتى ما دامك علم والله ينفضل عليه إن شاء الله فإذا تذكر أحد المطلوب وفيه والله المطلوب هو ناس وفيه لما هو قبل ضوء سجاع من القاعدة كل يوم تقلي وتقلي على السطور من غسينا في الصيام الجماعة وعوصين على الصيام وثانيا بعد عمك كذا الجوجة تبقى وكان وصلت به من الشمس شفت واحد باقر شفت واحد باقر شفت واحد باقر حي أقول لا أعتبر شيء اسمع قلت لا أبدا نقضي عن مشهور معه كنت حتى الشفت فأنا ما شفتني شيء مشهور معه نعم ما تعرف الناس اللي يقول هو ما أقول لك الشيء مش اسمع يعني